السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم ديديس كراميلا، ومرحبا بكم في وصفة جديدة أو فيديو جديد. الوصفة ديالنا اليوم إن شاء الله غتكون عبارة عن دي كاب كيك بلمسة جديدة. نتمنى إن شاء الله أن الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، ونبداو على بركة الله. وكنحتاجو في المقادير اول حاجه 300 غرام ديال الدقيق الابيض اللي دائما كيكون من نوع جيد، 2 خمارات ديال 7 غرام، شويه ديال الملحه، 3 المعالق كبار ديال بودره الكاكاو اللي كتكون حلوه، تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر. هنا غنعطيكم المقادير بالضبط بالغراماج في الطريقه. عندنا 4 ديال البيضات، وعندنا دانيت ديال شوكولا اولا ديسير شوكولا اللي كيوزن ديالو 80 غرام، وعندنا معلقه صغيره ديال الفاني السائل اولا ساشي ديال الفاني. وغنبداو في الطريقه. هنا بالنسبه للطريقه يعني ماشي ضروري انكم ديروا كومباكت كوك، كتقدروا تخدموا الكيك عادي لان ما غنحتاجوش نطلبوا البيض مع السكر. اول حاجه كنديروا البيض اللي كيكون دائما بحراره المطبخ، وكنزيد عليه 100 غرام ديال السكر، وكنزيد عليه شويه ديال الملحه، وكنخلطهم مع بعضياتهم. ومن بعد كنزيد 75 مليلتر ديال الزيت، وكنزيد الفاني السائل وديسير ديال الشكلاط وبودره الكاكاو الحلوه، وكنعاود مره اخرى نخلطهم. ومن بعد مره اخرى كنزيد الدقيق. هنا بالنسبه للدقيق درت في الاول نصف كميه، زدت عليها 2 خمارات. هو من الاحسن كتحيدوا الخليط كامل وكديروه في بول، وكتزيدوا الدقيق والخميره بالتدريج. هنا بالنسبه للدقيق درت 300 غرام ديال الدقيق، يعني تقريبا واحد 2 كيسان اولا بالضبط واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. وغنكمل بنفس الطريقه. هنا كما كتشوفوا راه ما كنخلطش بزاف، يعني غير دوره 2 دورات. من بعد كنحيد الغطاء وكنحيد الجوانب لان الدقيق كيطلع لي من الفوق، وكنحيد الجوانب حتى كنكمل الكيك ديالي. وكندير الخليط في بول باش هكا تسهل عليا الخدمه. وبالنسبه لليمون اللي غنخدم فيهم لي كاب كيك، غنخدم في هذا الليمون اللي صراحه كيجي المنظر ديالو غزال، وزعما كنصحكم انكم تشريوه لان كتقدري تخدمي به بزاف الحاجات، مثلا دي غاتو سواغي، لي كلاص، لي سالاد، يعني كيصلح لبزاف الاستعمالات، وحتى الثمن ديالو مناسب جدا. وراه دابا ولا متوفر في السوق، يعني كتقدري تلقاي في اي محل اللي كيبيع هادشي ديال الحلويات. وبالنسبه يعني العماره كنعمر دائما ثلثين، والثلث دائما كيبقى خاوي. وفي هذا الوقت كنشعل الفران على 160 درجه الحراره. وبالنسبه للفران اولا الناس اللي كيكون عندهم الفران سخون، ننصحكم انكم ديروا 140 درجه الحراره لان السيليكون رقيق، ويعني كاب كيك يعني ما عمرش بزاف اولا ما غرقاش بزاف باش هكا ما تحرق لكمش. وكنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا لي كاب كيك ديالنا كاملين. وبالنسبه يعني شحال من وحده خرجت ليا بالضبط 16 الوحده، يعني 16 كاب كيك. بالنسبه لهاد لي كاب كيك كتقدروا ديروهم بزاف المناسبات، كتقدروا ديروهم حتى في هكا في اعياد الميلاد، يعني في الافراح هكا الخريجات، صراحه كيجي المنظر ديالهم زوين وراقي. وغندخلهم الفران. هنا بالنسبه كنصحكم مره اخرى انكم ديروا الطاوه اللي كتكون غليظه شويه، يعني ما ديروش الطاوه اللي كتكون رقيقه باش هكا ما يتحرقوش لكم لي كاب كيك من التحت. وغندخلهم الفران ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالهم من بعد ما يطابوا.
وهذا هو الشكل ديال لي كاب كيك ديالنا من بعد مي طابو. كما لاحظتوا كيجيو صراحه كيجيو بومبي، يعني ما كيجوش هذاك لي كاب كيك اللي كيكونوا شويه قاصحين، كيجيو رطبين بزاف يعني كما كتشوفوا. غنخليهم حتى يبردوا مزيان وعاد غنديموليوهم، نحيدو لهم هاد لي سيليكون. هما كيتحيدوا يعني بسهوله، كيتحيدوا لهم غير دوك الجوانب ديالهم، يعني ما تجوش مباشره انكم تحيدوا لهم ربما يترسوا لكم لي كاب كيك. كتحيدوا اول حاجه الجوانب اللي كيكونوا لاصقين، وكما كتشوف يعني ما دهنتم ما والو، كيجي المنظر ديالهم الشكل ديالهم زوين وما كيلصقوش. يعني مره اخرى كنعاود نقول لكم شريوهم راه زوينين وكيصلحوا بزاف الحاجات. يعني كما شفتوا الشكل ديالهم كيجي المنظر ديالهم زوين، ويمكن لك تحطيهم غير هكذا كيجي المنظر ديالهم غزال. غنكملوا بنفس الطريقه، ومن بعد غناخذوا شوكولا كحله. انا فضلت ندير شوكولا كحله لان غتواتى مع دوك لي كاب كيك او لوغو ديال لي كاب كيك او لي دانيت شوكولا. من بعد ما يبردوا لنا مزيان لي كاب كيك غندوبوا الشوكولا في بان ماغي، وغنغسلوا هذوك لي مول ديالنا مزيان من يعني من لي كاب كيك. ضروري انهم خصهم يتغسلوا مزيان ويتمسحوا مزيان من الماء ديالهم، باش هكا الشوكولا اللي غنديروا فيها تجينا عاطينا ديك لا بغيونس زوينه. هنا من بعد ما يذوبنا الشوكولا غناخدو بالنسبه الكاب كيك الوحده كندير فيها 2 معالق صغار ديال الشوكولا مي يكونوا عامرين شويه. وغنحط عليهم هذيك الكاب كيك، يعني الصوره او الفيديو غيوضح لكم اكثر. وكنضغط عليهم غير بشويه باش هذيك الشوكولا اللي كتكون لتحت كتعطينا الشكل ديال المول. وغنكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا الشكيله ديالنا او لي مول ديالنا كاملين. هو بالنسبه لي يعني ملي كيكون يعني الحال بارد، يعني ماشي بالضروره انكم ديروهم فريغو، لان هنا دابا الحال سخون، يعني اضطريت انني نديرهم فريغو باش هكا الشوكولا تلصق لي مزيان. اما ملي كيكون الحال بارد كنخليهم تقريبا واحد 15 دقيقه صاي الشوكولا كتبرد عليهم. سيرتو لا حطيتهم يعني مباشره فوق الرخامه دغيا كتشد فيهم هذيك الشوكولا وكيجي المنظر ديالهم زوين. وغندخلوا مباشره الفريغو باش تجمد ليا الشوكولا. هنا بالنسبه للشوكولا راه هي جمدات، انا غنوريكم الشكل ديالهم يعني كيف كيجيو. يعني صراحه كيجي المنظر ديالهم غزال، يعني ديك الشوكولا كتكون يعني الفوق ديال لي كاب كيك. يعني هكا ما كنحتاجوش يعني بارفوا كنقولوا بالنسبه لي كاب كيك ما كتقدرش تحطيهم هكا غير عاديين، ضروري خصك تزوقيهم بلا كريم شونتي او هكا باش كتجيك كيجي المنظر ديالهم زوين، ما كيجيوش هكا سامبل. يعني بهذه الطريقه ديال الشوكولا اللي درت شويه غنغيروا على الشكيله ديال لي كاب كيك. وغنكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا يعني نحيدوا اولا نديموليو لي كاب كيك ديالنا. انا بالنسبه لهنا باش بغيت نزينهم اولا باش غنزينهم درت ساتيو دوري، واحد البودغ اللي هو دوري اللي كيعطي يعني كنديروه في لي صابلي كيعطي واحد لا ديكو زوينه الكاطو. كناخذ واحد شويه في يدي ومن بعد بحال الشكل بحال كندهن يدي، يعني ما كنديروش مباشره كي كندير ساتيو كنديرو مباشره هو بودغ فوق لي كاب كيك. كنحاول ندهنو شويه بيدي وكنحاول نمشيه شويه فوق الشوكولا باش كيعطيني هذيك لا ديكوراسيون، وفي نفس الوقت كيبين لي حتى الشكل اولا الزواقه ديال المول ديال الكاب كيك. وغنكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا لي كاب كيك ديالنا. نتمنى ان شاء الله ان هاد لي كاب كيك او هاد الشكل اللي عطيتكم المختلف شويه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا كيف العاده وتردوا عليا الخبر.
وهذا هو الشكل ديالهم. يعني حاولت اني نقرب لكم باش تشوفوا لا ديكوراسيون ديالهم. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله ان هاد لي كاب كيك ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ونتلاقاو في وصفات جديده او فيديو جديد، والى اللقاء.